ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى كيكه حلوه قوي جميله، وطبعا حاجات بسيطه جدا. لكن قبل ما اقول صلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين هنجيب 3 من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق. تمام. كوبايه واحده سكر، كوبايه من الزيت، 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وفانيليا وبودر. تمام. وهنجيب طبعا فانتا. طبعا انت لو حابه تعمليها بالفانتا تمام ماشي، مفيش مشكله. لو انت عاوزه تعمليها باللبن مفيش مشكله برضو. لكن بصراحه جوزي طلبها مني، ربنا يخليهولي، طلب ان انا اعمل كيكه بالفانتا له. هو بيحب الفانتا شويه على الكيكه، فانا حبيت اللي انا اعملها. تمام. طبعا هنقلب كل الحاجات ديت في الخلاط. تمام كده. وبعدين هنضيف كوبايتين من الفانتا البرتقال. هنضيف كوبايتين مع العجينه. بس اهم حاجه بس اهم حاجه مش تفضلي تقلبي في العجين، علشان خاطر الحاجات اللي فيها، الكونات اللي فيها مش تطلع منها ولا حاجه. تمام. انا ضفت البيض وعملت السكر، عملت كل حاجه في الخلاط، قلبته مع بعض قوي وخليتهم يعني يتعملوا مع بعض. اهم حاجه السكر يدوب معاكي. وطبعا انا حطيت مع الدقيق رشة ملح بسيطة جدا جدا، يعني رشة بسيطة. وضفت حوالي معلقتين من النشا. يعني النشا السر بقى في الكيكة بتاعتي بقى، اللي انت تحط عليها معلقتين نشا، بتخليها كده هشة وتخليها جميلة كده، يعني طعمها فعلا جامدة، يعني طعمها تحفة جدا. طبعا انت طبعا لو حابة تضيفي سكر زيادة مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت ان انا اعمل كوبايه سكر واحده بس من اللي هي بتاعه الشاي، علشان خاطر عاوز تشربها على شاي، تشربها على لبن. تبقى الكيكه كده السكر بتاعها خفيف وحلو كده وجميل. وتشربها جنبها حاجه حلوه بقى كده، يعني ساقع، تشرب جنبها حاجه سخنه اللي انت عاوزاه كله. طبعا زي ما انت شايفه كده. طبعا ولا تخلي العجينه ما تخليش العجينه جافه، كل ما العجينه تبقى طريه بتكون حلوه قوي وجميله. وده طبعا الصينيه بتاعتنا، طبعا انا عملتها بزيت، وبعدين عملتها كده بالدقيق علشان خاطر العجينه مش تزل، مش تبقى لازقه معايا زي ما انت شايفه. طبعا انت لو حابه تعملي حاجات يعني ممكن تعملي حاجات اكتر، مثلا يعني لافراد الاسره وعندك كتيره، ممكن تعملي 4 بيضات او 5 حسب ما انت عاوزه. وتزودي في السكر وتزودي في الزيت، يعني تزودي من كل حاجه حاجه كده. تمام. طبعا انا سبتها 30 دقيقه بالظبط، 30 دقيقه طلعتها طبعا. ما شاء الله جميله جدا وهشه بصراحه. يعني موضوع النشا ده حلوة قوي قوي وجميلة، يعني محدش يقول دي هتنشف ولا تعمل، لا ده طرية قوي وجميلة وتحفة بجد والله. يعني حاجة جميلة جدا، تاكلها كده على كوباية شاي كوباية لبن، جميلة جدا. انا طبعا قطعتها وهي سخنة شوية، معلش. اتمنى يكون الفيديو بتاعي معجبك. مع الف سلامة.